10 قتلى في مكسيكو في اشتباك مسلح بين الشرطة وعصابة مخدرات. قتل 10 أشخاص، من بينهم شرطي، في مكسيكو في اشتباك بالسلاح الناري ببلدة فياغران بولاية غوانخواتو بين الشرطة وعناصر تابعة لعصابة خاليسكو نيو جينيريش المحلية لتجارة المخدرات. وحسب صحيفة الفينانسياريو المحلية نقلا عن دوائر الأمن، انطلق الاشتباك المسلح عندما أطلقت النيران من عدة سيارات تابعة لعصابة خاليسكو باتجاه رجال الشرطة بالقرب من حي سانتا روزا دي ليمن الذي يعتبر مركز قيادة كارتل المخدرات المذكور. وانتهى الاشتباك بإصابة شرطي بجروح خطيرة، لفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها في المستشفى، فيما قتل 9 من أفراد العصابة، كما اعتقل 3 أشخاص مشبوهين. وتمت السيطرة على متفجرات وأسلحة نارية وعربات تعود للعصابة خلال العملية. تجدر الإشارة إلى أن عصابة خاليسكو التي توصف بشديدة بالعنف تعتبر الجناح المسلح الكارتل سينالو. وصنفت واشنطن قائدها المنتشو في مارس 2020 على رأس قائمة المجرمين المطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر خطراً، مع عرض مكافأة ب10 ملايين دولار لكل من يأتيها برأسه أو يساعدها على القبض عليه. المصدر: صحيفة الفينانسييرو المكسيكية، وكالة سباتنيك إنجليزي الروسية.